اقول لكم حاجه بقى في تاريخ الكنيسه الحقيقه وجعاني قوي قوي. عارفين البابا كيرلس وهو عايش ما كانش عاجب حد، وهو عايش ما كانش عاجب حد. ليه؟ انتوا عارفين بابا كيرلس كان معاه ايه؟ ثانويه عامه، ودخل سنه اكليريكيه وما كملش. صوروا بقى احنا اباط عندنا اللي واخد ماجستير ماسترز، واللي واخد دكتوراه PH، واللي واخد مش عارف مين، والبطرك بتاعنا سلبي اللي ما سمعنا له وعظه وصوته في القداس اجش كده، وتدور عليه يقول لك قال بياخد خلوه في مريمينا، ما يقعد ويشوف مشاكل شعب وكل حاجه يقول لك الصلاه 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 الصلاه، حط دي على مذبح مريمينا وحط دي على مذبح ماري جرجس وحط دي على مذبح. احنا عاوزين بطرك يملى عينينا، عاوزين شاول الملك طول بعار يملى الكرسي بتاع ماري مرقس. ده ما ينفعش. تصوروا البابا كيرلس قامت عليه ثوره علشان يجمعوا توقيعات عشان يشيلوه. اللي النهارده مفيش بيت في مصر ملقوش صوره في بيته يقول لك اطلب من بابا كيرلس، ده هو بتاع مش عارف ايه وهو بتاع ايه وهو بتاع ايه. البابا كيرلس، انتوا عارفين السريان والعراقيين القديس الاول عندهم البابا كيرلس. انا شفت كده في السويد ما صدقتش، شفت كده كل العراقيين ايام ما كانوا بيتدبحوا في الحرب بتاعتهم دي والثوره بتاعتهم ما بعد صدام حسين، ولما قاموا على الكنايس وحرقوا كنايس وقتلوا المسيحيين، كان البابا كيرلس بيعمل معجزات يوميه. فهم زي دو بليف ان هيز برايرز انه ده شافعهم الاول. ده اللقبات المتعلمين اللي لهم اراء في الكنيسه وادارتها. احنا نستحق ابيتر باتريرشيس، يعني ناخد بطرك احسن منه شويه. لا انا على قده يعني. تصور انا يملى عيني ازاي اذا كنت انا معايا ماجستير وبعمل دكتوراه، وده راجل معهوش غير ثانويه عامه ورايح جاي يقول لي نصلي نصلي نصلي. بلاش العين. اللي ما قالش وعظه واحده، اللي ما كانش معاه غير ثانويه عامه، كانت صلاته بتفتح السماء. كايليا النبي مش اقل، وانا اعرف ناس اتعاملوا عن قرب. ده كان بيشوف ماري مرقس اوقات في القداس، كان بيشوف ماري مرقس نفسه لما كانت الخبطات بتاعت ولاده في بطنه جامده قوي قوي قوي، كان يقولوا انت سلبي، انت ما بتاخدش قرارات. ده في مره من المرات في جورنان طلع للبابا ضد البابا كيرلس، كان بيتباع في عند كلود بيت في المنطقه كده، ناس كده اقباط ضد البابا، وكان بقى زي عارفين مجموعات بقى مش عارف اللي بتطلع على الميديا دلوقتي في كده، كان يظهر ده عرق في الاقباط من زمان كده، ناس كده تعمل فورتينا في اي حاجه. فعملوا جورنان كتبوا فيه كده البابا مش عارف كان لقبه وراه كده البابا الايه بتعريفه، يعني التعريفه دي كان ثمن الجورنان، يعني اقرا الخبر ده بتعريف. البابا السلبي، البابا اللي مش عارف مين بتعريفه. فجمال عبد الناصر كانت علاقته بقت حلوه بالبابا، فالمخابرات قالت له ده في جنان بيشتم في البابا، مسكهم كلهم معتقل كلهم. عبد الناصر ما كانش يتفاهم، قال لهم في حد بيشتم في بابا كيرلس عندنا في مصر؟ كل دول يدخلوا معتقل. الجرنان اتقفل وكلهم دخلوا المعتقل، 20 واحد 17 واحد على الجرنان على قده يعني. تاني يوم البابا كيرلس كان عند جمال عبد الناصر بيقول له دول اولادي يطلعوا من السجن النهارده لو ليا خاطر عندك. والناس اللي بتحبه وبتدافع عنه كبابا كانوا شايفينه سلبي وطيب قوي، ولازم كان يعاقبهم ويقطع رقبتهم. فكل الناس ادانته وهو قديس. من له اذنان للسمع فليسمع، لان احنا تيبيكال